على فكرة في حاجات كتير في سامسونج تكسب الايفون، او اهمهم حوارات الايفون اللي ما بتخلصش واللي ملهاش حل. والله انا في واحد صديقي وصاحبي من ايام ثانوي، والله مكلمني من قيمة 4 ايام وهو معايا هنا على التيك توك ومتابعني. بيقول لي معايا في حدود ال 40,000 أو 45,000، أجيب أيفون ولا أجيب سامسونج أو أندرويد؟ والله رشحت له اس 24 ألترا، راح جابه ربنا يبارك له فيه يعني ب 47,000 جنيه، علشان هو موبايل محترم، موبايل هيخدمك، موبايل مفيش فيه مشاكل، مفيش فيه عيوب، مش هيعمل لك بقى هس وتقعد كل شويه تشوف نسبه البطاريه بقت عامله كام. ده في مشكله في الكاميرا، لا طب ده انا هجيبه منين؟ من مكان ثقه. طب تعرف حد يا خالد تجيبه لي؟ انا عاوز حاجه ثقه انت اللي تشتريه لي بنفسك. يا عم انا عشان اجيب لك حاجه مضمونه ممكن اقعد لي فيها اسبوع اسبوعين، لا ده انا مستعجل عليك وعلى اندرويد اس 24 الترا. الاندرويد فيه حاجات كتير تكسب وتخش في مقارنات قويه مع الايفون، والاتنين هما بينافسوا بعض في السوق، واجهزه محترمه. في حاجات في الشاومي كمان محترمه جدا، في الشاومي وفي الاندرويد، في السامسونج، في الفيفو 50 اللي لسه نازل، حاجات فظيعه. بس الناس بتبقى عاوزه تشتري الايفون عشان يبقى معاها ايفون، عشان يبقى الشكل الاجتماعي اللي هو معاه ايفون، يقعد في اي قعده يحط التليفون كده على شاشته ويبان اللي هو معاه التفاحه بس.